ايه، جاي بصحابك جايين يتفرجوا على الماتش؟ احضر عشاء؟ هلحق احضر عشاء امتى دلوقتي؟ ايه، ربع ساعة وجاي؟ طب اقفل اقفل. اعمل ايه يا ربي، اعمل ايه؟ اه، ادخل على الموقع وصفات اكل عربية واشوف اسهل حاجة بسرعة اقدر اعملها. ولا تحتاسي ولا تزعلي، معاكي شيماء من موقع وصفات اكل عربية. ايه اسهل وصفة ممكن تعمليها لو جوزك جاي باصحابه وجاي يتفرج على الماتش؟ حواوشي. ايوه، الحواوشي طريقته سهله وبسيطه ومش هياخد منك وقت، وفي ربع ساعه او اقل هيكون جاهز. يلا بينا نعرف الطريقه عشان نلحق نتفرج على الماتش معاهم. اهم تركايه للحواوشي اللحمه بتاعتك. لما يكون عندك لحمه مفرومه لازم يكون فيها نسبه دهن للحواوشي. اعملي حسابك وانت بتجيبي اللحمه بتاعتك من الجزار، قولي له كيلو اللحمه المفرومه يكون فيه ربع دهن. ده اللي بيفرق جدا في طعم الحواوشي. يلا بينا. جهزت اللحمة بتاعتك، طبق غويط ونحط اللحمة ونحط عليها التوابل بتاعتنا كلها: الملح والفلفل، رشة كمون صغيرة، بابريكا، رشة كركم، السبع بهارات، لو عندك رشة زعتر، معلقة مستردة، معلقة خل، لو بتحبي كمان معلقة كاتشب. كل حاجة عندك حطيها. الحواوشي ما بيقولش لا. هنقطع كمان 2 فلفل أخضر كيوبس صغيرة خالص خالص خالص. طماطماية برضو هنقطعها حتت صغيرة خالص. الحواوشي بيحب البصل. كيلو اللحمة المفرومة للحواوشي بياخد تقريبا 3 بصلات كبار، هنبشرهم كويس جدا. جهزنا كل حاجة. هنعجن بقى اللحمة بالخليط ده كله بالتوابل، نعجنها حلو قوي. نسيبها تهدى دقيقتين عقبال ما نحضر العيش بتاعنا. العيش البلد العادي اي نوع عيش. هتفتحي الرغيف وهناخد حتة لحمة كده بالخليط ده، العجينة اللي احنا عملناها على قد كف ايدك، وهتفرديها في العيش. تمام. اتفردت معاكي، مليت الرغيف زبدة بلدي او حتة سمنة، او يا ستي لو حتى ما فيش رشة زيت على الوش وعلى الظهر، ونرصها في صاج وندخلها الفرن. هنخلص الكمية كلها. مش هياخد معاكي في الفرن اقل من ربع ساعه، 10 دقايق، وهيطلع لك احلى حواوشي ومقرمش وتحفه مع البيبسي. ويلا بينا نروح نتفرج على الماتش. معاكم شيماء من موقع وصفات اكل عربيه.